مرحبا بكم في قناة مستر دوم. اشترك بالقناة لمتابعة كل ما هو جديد. مورجان البائسة شغالة عاملة نظافة في أحد الأماكن، واشتغلت أكتر من 6 شغلانات واتطردت. جوزها سايبها من 15 سنة، ولكن ده اللي الناس عارفاه. اللي ما يعرفوهاش إن مورجان نسبة ذكاء عقلها شغالة بأكتر 200%. مفيش جريمة بتقع قدامها إلا وبتكون حلاها. اتجوزت تاني ومخلفة عيل ذكاؤه بيساوي ذكاء أينشتاين. ومن أحد المواقف وبداية قصة مورجانا وهي رايحة تشتغل في النظافة وتلهو بتخبط صندوق الأدلة، ومن هنا كل خلايا عقلها تشتغل عشان تكتب على المتهمة إنها ضحية مش أكتر. تاني يوم في مكتب التحقيقات وبيجهزوا بيلاقوا إن في حد لعب في الأدلة، فالمحقق بيقول أنا لازم أعرف مين اللي عمل كده. طب هو إيه أصلا قصة القضية دي؟ الست دي جوزها اتقتل وهي تبقى محامية، وبعد ما اتقتل هي اختفت، فمعنى كده إن هي اللي قتلت جوزها وهربت، فشاكين فيها. فمورجانا خلتها ضحية. إزاي بقى؟ لو جبنا مورجانا دلوقتي من السوبر ماركت عشان هي قاعدة بتدور على أعر وأرخص المنتجات وحاسبة تمنها بالسحتوت وحاسبة تمن الضرايب، لأن وضعها المالي أسوأ من صوتي في الغناء. العميل آدم بيشوف إن بتاعة النظافة هي اللي غيرت التحقيق، ودي ممكن تروح فيها في داهية. بنتنا مخلفة بنت من أب تاني كان متجوزها من 15 سنة وهرب. هما بيقولوا هرب، الله أعلم هو راح فين. المهم تم القبض على مورجانا وبدأ التحقيق معاها. اللي يخليك تغيري انها متهمة الا لو انت كنت تبعها؟ بدأت توضح. اولا بص على الكنبة، بص على البيت. الست دي مهووسة بالنظافة والترتيب، الترتيب الجامد، والستائر كمان مترتبة بالمسطرة. بص بقى على الستارة دي مفيش فيها ترتيب، هي مستحيل تعمل كده، غالبا حد خلع رباط الستارة. ثانيا بص على الكرسي، هتلاقي شعر رجل، معناه ان في حد اتربط هنا بشريط لاصق ولسه المكان موجود. وبما ان مفيش علامات ربط على الضحية، بل معنى كده انه زوجته هي اللي كانت مربوطه. وهنا مش نستنتج انها لازم تحلق رجلها، بل ان في شخص تالت هو اللي عمل كده. ولكن يا صديقي يتم احتجازها لحد ما يتحققوا في الحوار ده. العميل ادم قال للمديره يعني ما ينفعش نصدقها. قالت له هل يوجد شك؟ في كلام كده مش الكلام كله يخش العقل. فقام ادم احترف ان مرات الضحيه هي كمان ضحيه. فجابوا كاميرات المراقبه وشافوا اخر حد دخل البيت وهي الست الاسيويه دي، وان الست الاسيويه رفعت قضيه على المدير اللي المحاميه شغاله عنده. الاسيويه بقى خسرت القضيه اللي رفعتها، فشكلها ما تقبلتش الخساره وجت تنتقم من المحاميه. بداوا يحققوا معاها وهي فعلا ما كانتش تعرف ان المحاميه اختفت، وقالت انها رفعت على المدير بتاع المحاميه لانه اتحرش بيها، وبسبب الفلوس بتاع المدير ونفوذه قدر يكسب القضيه. وانكرت انها ما راحتش البيت قبل ما يموت. ازاي ما راحتش؟ امال الفيديو جايبها ازاي؟ المهم هم لسه بيتساءلوا ازاي مورجانا خرجت. قالت لهم طبيعي انها ما راحتش في اليوم ده. ليه بقى؟ بص الشجره، هتلاقي الرياح ماشيه من الجنوب للشمال. مفهموش ايوه يعني ايه؟ ردت ان في الصيف في المدينه الرياح بتمشي من الجنوب للشمال، معنى كده ان الفيديو ده اتصور في الشتاء، يعني من كام شهر. برضه مش مصدقين. قالت لهم طب شايفين الكنيسه اللي ورا مالها؟ بدات تشرح ان الكنايس في القرن ال18 الكهنه بيصنعوا الكنايس تبقى ناحيه الشرق، وخدوا التصميم ده من الهيكل المقدس اللي موجود في القدس، وده علشان الشمس بتضرب وراهم ويبقى ظاهرين بمظهر الهي لما يقولوا خطبه. فعلا هم بيدوروا في الكلام بتاعها على جوجل لقوا صح، فعرفوا ان في حد لعب في الفيديو. قالت خلاص انا ماشيه بقى. المديره جرت وراها، ازاي بتعملي كده؟ كيف؟ ردت الاول ببرود، بس المديره مش مقتنعه. لما ضغطت اكتر قالت ان نسبه ذكائها عاليه جدا وعندها ذاكره تخيليه، ابداع فكري، والاهم انها لو شافت اي حاجه ما عرفتش تحلها بتفضل طول الليل تفكر فيها ومستحيل تنام لايام. المهم مورجانا خرجت. جوزها كان مستنيها وقال لها تتسجني تاني بقى خامس. قالت له ان خلاص دي اخر مره. لسه الظابط بيقول لها اتحركي، قامت اديته بالبنيه واحتقلوا هما الاثنين تبا لصحبتك. العميل ادم قابل بنت المحاميه، يعني البنت دي ابوها اتقتل وامها اختفت، فقالت ان امها قبل ما تختفي كان في واحده بعتت لها جواب، والواحده دي انتحرت، ومن ساعتها نفسيه امها باظت. فسالها العميل الجواب ده كان مكتوب في ايه ولا مين صاحبتها دي؟ رد البنت انها مش عارفه، بس غالبا الجواب موجود في مكتب الام. وعرفت تفتكر البنت ان اللي بعتت الجواب واحده اسمها ساره، ولكن بسبب ان الام محاميه فصعب قوي يفتشوا مكتبها بدون اذن. بس ادم هيروح بالمسايسه يعرف يفتش. المديره قالت له بص انت هتاخد مورجانا. هو مش مقتنع بالبتاعه دي. تفهم ايه دي في شغل التحقيق؟ مورجانا كانت تحت وشافت البنت صعبانه عليها، البنت امها اختفت، ابوها توفى، كله ورا بعضه. ده فكر مورجانا بفقد حد عزيز عليها اللي هو جوزها القديم. البنت دي مستنيه امها، عايزه تعرف هترجع ولا لا. نفس حاله مورجانا مع جوزها، مش عارفه هو مات ولا هجرهم. البنت قعدت توريها صور مع امها قبل ما تتخطف على طول، والبنت فرحانه بيهم.
بعدين المديرة بتجليها تقول لها من فضلك ساعدينا نلاقي المجرم، بس مورجانا قبلت عشان البنت مش عايزة البنت تعيش اللي هي عاشته. راحوا فعلا المكان. بدأت مورجانا تشوف الدنيا كده، وآدم بيكلم صوفيا أخت المحامية عن الست اللي اسمها سارة اللي بعتت الجواب. صوفيا قالت احنا ما نعرفش حد بالاسم ده. اما مورجانا اول حاجه لاحظتها ان دي عالمه احياء بسبب البحث ده. كمان استغربت بقى واحده بعتت لاختك رساله، بعدين الواحده دي تنتحر ويبقى اختك ما قالتش اي حاجه عن الموضوع. بدات كمان مورجانا تستجوبها. ادم خرجها ايه يا شيخ، احترم الظروف اللي هي فيها. بس مش مهم، المهم انهم يلاقوا الرساله. ولا انت مش هتكملي تحقيق، انت تقعدي هنا في العربيه ما اسمعش صوتك. اتقمصت، حست انها ملهاش لازمه ومشت. بس المحامي تبع الشركة رفض إن المحقق يحقق في المكتب بتاع الضحية، فدخل يغسل وشه في الحمام. بيلاقي مورجانا جوه. مش هنا الغريب، بل إن معاها الجواب اللي بيدوروا عليه، وإنها لما سابته واتقمصت راحت عملت إنها بتاعت نظافة. دخلت المكتب تدور وعرفت تجيب الجواب، وطلع جواب من واحدة اسمها سارة كيسي، كانت شغالة برضه مع المدير، والمدير برضه اتحرش بيها. وسارة دي بقى لما اتحرشوا بيها طلبت من المحامية تعمل حاجة. المحامية فضلت عايشة في تأنيب ضمير، الراجل اللي مشغلها المدير يكون بيعمل كل ده، وفعلا قررت هتعمل حاجة للمدير. ساعتها المدير عرف وخاف وشكله أذى المحامية، يلا نقبض عليه. بس آدم اتضايق، مش فارق معاه كل ده غير إنها دخلت واقتحمت المكان وسرقت الدليل، وده في حد ذاته جريمة. وقال لها تاخد الرسالة ترجعها زي ما جبتيها، ولو حد اكتشف انا اللي هحتقلك بنفسي، وبعد ما نخلص هنروح نحتقل بقى المدير. فانبسطت بالكلام. فعلا بدأت تحقيق مع المدير، وقالوا له في قضية تحرش اترفعت عليك. قال وماله، كسبتها، ايه المشكلة؟ طب وبالنسبة لسارة كيسي فاستغرب، هو انا جاي بدور على المحامية بتاعتي ولا انتوا جايين تحققوا معايا؟ ولكن في خبر سيء، المدير ما كانش في المدينة وقت ما حصلت الجريمة، ما كانش اصلا قريب، ده كان في مكان اسمه فونتانا. مورجانا استغربت، الجزمة دي إيطالية مصنوعة بأعلى دقة، والساعة دي غالية قوي، الراجل ده عمره ما يروح فونتانا. فطلبت يسأله لو هو راح يعمل ايه في فونتانا. بس في الوقت ده المحامي بتاع المدير جه، وهي عمالة تقول حد يسأله كان بيعمل ايه، وبتحاول تنده على آدم بس بيجي المحامي وياخده. أما في البيت لما سيرة أبو البنت بيجي، البنت بتتضايق لأن حاسة إن أبوها سابها ومش عايزها، وده خلى الأم بعد ما تسيب بنتها تعيط، مش مصدقة إن الأب يعمل كده. تاني يوم بيجي آدم فتشغله بحقه كوباية الشاي وتخليه يشيل العيال، وتبدأ تقول له لما أنا رحت الشقة بتاع صوفيا لاحظت إن كل الاكسسوارات مليانة تراب ما عدا واحدة، الواحدة دي جاية من فونتانا، معنى كده إن صوفيا كانت هناك والمدير كان هناك. بعدين رنت على جارها ده عنده بستان بتاع ورد، سألته على نوع ورد معين بيقعد قد إيه لما بيموت، رد إن هو بيقعد 4 أيام، وهي تقصد الورد اللي كان في الصورة اللي شافتها مع البنت بتاع الضحية. فشكرته، محدش فاهم حاجة. قررت تاخد آدم في العربية، شرحت إن أخت المحامية والمدير بينهم علاقة، كان بيحاول يتحرش بيها بس هي كانت موافقة عكس الستات اللي فاتت، وده يبان من الحاجات الغالية اللي كانت لابساها. وهو اتقرب لاخته المحامية عشان كان عارف إن المحامية هتبيعه، فتقرب بأختها. ولما راح للمحامية البيت لقى شخص وهو زوج المحامية. وأهم سؤال، طب وقت الجريمة هم كانوا بره المدينة في فونتانا، يبقى الوقت ده في حاجة غلط بتاع وقوع الجريمة. وصلوا لمكان حدوث الجريمة، بدأت تشرح اللي حصل. المدير وصوفيا بيهددوا المحامية، بيحاول يتدخل جوزها ويوقفه، فيتدخل غلط فأصبح هو جثة، وحاليا مش عارفين يعملوا ايه بالمحامية، فقرروا الاتنين يربطوها. اما الزهور دي المفروض تموت بعد 4 ايام، فمعنى انها ماتت بدري قوي في خلال يومين، معنى كده حد لعب في الحرارة بتاع الجو عشان يبوظ الأدلة، وان دكاترة التشريح ما تعرفش الميعاد بتاع الموتى. ومن الصور قدروا يحددوا الكوخ اللي المحامية مخطوفة فيه. وانتهاء القضية بنشوف المديرة تعرض عليها تشتغل في الشرطة، ولكن مورجانا بكاريزما بترفض. بس مورجانا في حاجة بتاخد عينها، وهي شايفة أم البنت رجعت لها تاني يوم، بتحاول تفهم بنتها إن أبوها اتخطف أو عمل حادثة، هو ما سابهاش عشان كارهها، أبوها كان بيحبها بس البنت مش طايقة. قررت تاني يوم تروح الشرطة وتقبل عرض تشتغل معاهم، بس مقابل إن يعرفوا جوزها حصل له إيه. معلش يا صديقي، ما بطلعش بوش الكريم، بس المره دي هطلع بوش الكريم. انا بطلع على طول على الانستجرام، لو انت رحت عملت فولو هتلاقيني دايما في الاستوريات. كمان كنت منزل فيديو كده المره اللي فاتت، ماشي محدش شافه قوي، هتلاقيني سايب لك الرابط في الكومنتات، يبقى شوف. وبرضه استطلعنا برضه سايب لك الرابط في الكومنتات، هتلاقي مفتاح البيت بتاعك هتلاقي في الكومنتات. اكمل مع الفيديو كامل. ركز يا صديقي معايا في تاني جريمة. بتبدأ ب2 صحاب راكبين مع بعض العربية، وبيوصلوا لحد عمارة طويلة، يطلعوا على السطح وبين بيرقصوا نوع رقصة أنا وإنت نجهلها. وبعد 5 دقايق على العربية بينزل أحدهم جثة بيتحرك بالعافية. ثم تاني يوم مورجانا بتروح بنفسها لمكان الجريمة. طبعا الشرطة بتقول ان ده غالبا انتحار، ما يعرفوش ان كان في شخص تاني معاه. مورجان لما بتبص على العربية بتقول عربية بالشكل ده يعني صاحبها كان بيحبها بيعشقها، لو عايز ينتحر مش
مش اخر حاجه انه هيدمرها انه يقع عليها. ومورجانا بتبص على الارض وغالبا في حاجه واقعه فعلا، بتبدا تلاحظ التليفون، بس لما بتبص له وهي مش عارفه بتاع مين، بس البصمات اللي باينه على التليفون بالنسبه لها ان ده بتاع شخص ايسر. وكمان الصوره اللي في ظهر التليفون بتاع فريق بيسبول مكسيكي مشهور، والصوره دي معناها ان التليفون صاحبه مسيحي كاثوليكي. اما نظره مورجانا ان كيفيه تم جريمه القتل ان الضحيه وهو بيلعب وبيرقص اللعبه بتاعته حد على غفله زقه ورماه من فوق. أما في مركز الشرطة مدير المديرة في محل جواهر بيتسرق، عايزين يعرفوا مين الحرامي فهياخدوا واحد يحقق في الموضوع. المهم نرجع لقضيتنا، المديرة اعتبرت إن دي جريمة قتل لأن الواد اللي وقع من فوق حاليا في المستشفى وما بين الحياة أو الموت. أما مورجانا مش مهم كل ده، أنا عايز أعرف جوزي، جبت عنه معلومات، خدت اسمه وإنه اختفى وهو راح يجيب الحليب. أما آدم ومورجانا ذهبوا للمستشفى يشوفوا الولد اللي لقوا أمه بتقول إن هو عامل زي الملاك ملوش أعداء، غريبة إن حد ممكن يأذيه، وإن الدكاترة بتقول إن ممكن ما يرجعش يمشي تاني ده لو فضل عايش على قيد الحياة. ولكن أهم معلومة إن ابنها شغال في ورشة تصليح عربيات، والرجالة اللي شغال معاهم جايين يشوفوا الولد. أول لما بصوا فيها 4 كاثوليكيين، و2 من ال4 عسر أو شمال، إيدهم شمال. ولكن مورجانا قدرت تعرف صاحب التليفون وهو ده، لأن الوشم اللي موجود على إيده زي الغرز بتاع واحد بيلعب كرة البيسبول، ونفس اللعبة اللي كان محطوطة على ظهر الموبايل. لسه مش هيضيعوا وقت، خدوه علشان يبدأوا التحقيق معاه. اعترف قال ايوه انا كنت معاه فوق على السطح، بس مستحيل ان انا ادفعه او اوقعه او اموته اصلا. وقال ان هو فعلا في واحد ظهر تالت دفع صاحبه من فوق بس هو ما خدش باله منه، ولما لقى صاحبه اختفى والراجل ده اختفى هو هرب، فما فيش عليه دليل بس هو تحت الاتهام دلوقتي. اما كاميرات المراقبه مش جايبه ان في حد تالت طلع معاهم، هم كانوا الاتنين بس، فازاي في حد تالت هو القاتل؟ مورجانا قررت تاخدهم ويروحوا يشوفوا العربيه شاكه في حاجه. فعلا راحوا ناحيه العربيه، وبما انهم كلهم شغالين في ورشه تصليح العربيه دي معدله وهي متاكده، رجعت في الشنطه بدأت تقول لهم يقفلوا عليها. قفلوا فعلا، قعدوا تشوف كده وبتاع، اكتشفت ان في مخبأ سري تحت العربيه اتعدلت فيه، يعني الشخص التالت ركب هنا في الشنطه والكاميرات طبيعي ما جابتهوش. راحوا الورشه يشوف مين اللي عمل الحوارات دي كلها. الرجاله بتاع الورشه اتضايقت، خدت الموضوع على اعصابها، ازاي بتتهمونا، ده كان اكتر من اخونا. وبدا ادم مش عارف يحقق معاهم وهتقلب بخناقه. قالت له ده انت سيبني انا معاهم، وقالت لهم ان هي عارفه انهم زعلانين على اخوهم بس علشان يساعدوه يتعاونوا معاها. وفعلا الرجاله كانت متاثره وكل واحد بدا يحكي هو كان فين ساحه الجريمه. المهم يا صديقي، مورجانا بعد ما روحت البيت وعلى العشاء، فالبنت بنتها بتحب ترسم، وده نفس الرسومات بتاع ابوها اللي اختفى كان بيرسم زي كده، ووريتها شويه رسومات من اللي ابوها كان بيرسمها ودي مهمه. وهي في اوضتها بتبص للرسمه وللقمر اللي مرسوم، افتكرت حاجه جوزها قالها لها، خدت بسرعه ادم وطلعوا تاني على السطح. بدات تقول ان القاتل اختفى في المكان ده، ودي نقطه عمياء محدش هيشوفهم، ان الجريمه حصلت الساعه 2، وده معناها ان القمر كان موجود هنا وهم بيرقصوا قدامه، معنى كده ان القاتل هو بيحاول يقتل القمر كان ضارب فيهم فما عرفش يفرق ما بينهم، معنى كده ان هو قتل الشخص الغلط، بل هو ما كانش يقصد انه يقتل ده، لان زي ما امه قالت ان هو ملوش اعداء، بل كان المقصود بالقتل هو صاحبه. وبما انه ما ماتش فالقاتل هيحاول يقتله. حاولوا يرنوا عليه علشان يحموه او يعرفوا مكانه، بس هو كان في مكان فيه مزيكا وصوت عالي ما هو سامعهم، بس قدرت مورجانا تحدد مكانه. وفعلا ادم ومورجانا راحوا لمكان الموسيقى، كان كل بتاع الورشه موجودين وبيدوروا عليه مش عارفين هو فين، لحد ما بيوصلوا له وبيكون اتقتل هو كمان بطلقة عيار ناري. وده احزن مورجانا لانها ما قدرتش تنقذه في الوقت المناسب. وفي كاميرات المراقبه وهم بيشوفوا ازاي اتقتل ما شافوش مين اللي قتل، بس شافوا ان السلاح اللي اتضرب بيه عمل وميض ابيض، وده معناه ان هو نوع سلاح قديم. مورجانا قاعده بتفكر وحاسه بالذنب، وكل كلمه في القضيه بتدور في عقلها لحد ما بتوصل عند الجريمه بتاع سرقه المجوهرات، وبتشوف صوره وبتطلب من زميلها يشغل الفيديو بتاع سرقه المحل، وهو بيشوفه نفس الطلقه اللي اتضربت من نفس السلاح القديم، اي ان صديقي اللي قتله واللي سرق من محل المجوهرات هو نفس الشخص. ثم بدات تحل في القضيه، قالت من مواعيد المجرم اللي كان بيسرق محل المجوهرات والكاميرات بتاعت المراقبه انه كان بيغير العربيه بتاعته في كل مره، الا اخر محاوله سرقه اتاخر فيها، معنى كده انه ما هربش بعربيه بل راح ماشي، معنى كده ان شريكه في السرقه اللي كان بيوصله في اخر مره ما حضرش معاه وقرر يسيب السرقه. ساعتها الحرامي حس انه في خطر، انه ممكن صاحبه ده يبلغ عنه، فكان مقرر يقتله. وهذا الحرامي شغال في الورشه بتاعت التصليح لان كل العربيات دي موجوده في الورشه، بس الوقت ازاي نمسكه؟ فهي عندها خطه، بعتوا اشاره ان في سرقه، ساعتها الحرامي راح يسرق اتمسك من الشرطه.
لان الحرامي كان بيسرق كل ما يسمع ان في اشاره، ان يعني الشرطه كده مشغوله بالاشاره دي فهو يروح يسرق، انما الاشاره دي كانت وهميه، ويطلع ان القاتل والحرامي هو زميله اللي كان متاثر. وده ليه كان متاثر قوي وسط الرجاله في الورشه؟ مش علشان زعلان على صاحبه اللي في المستشفى بس، بل انه حاسس بالذنب انه عمل كده مع الشخص الغلط، فهي كانت شاكه فيه من البدايه. وتم حل القضيه، ومورجانا قفشت ظرف مليء بالفلوس عمرها ما شافتها في حياتها، وهتبطل تحسب في السوبر ماركت. وراحوا يزوروا الولد اللي بدا يتحسن ورجليه بتتحرك. وفي اخر الحلقه المديره بتدخل عليها لما بتكون بنتها على وشك النوم، بتقول لها احنا عرفنا العربيه بتاع جوزك ولقينا ان فعلا كان فيها لبن، معنى كده ان هو لو عايز يهجركم ويسيبكم ما كانش هيشتري اللبن، بل معنى كده انه فعلا اتخطف او جراله مكروه. ساعتها الام بتعيط متاثره، كلامها صح، اللي ما كانش ولا واحد مصدقها ان جوزها ده ما هجرهاش، والبنت سامعه الكلام ده وبتعيط هي كمان. الجريمه الثالثه، شخص بيستحمى في امان الله يلاقي اللي بيشد فيه ويخنقه ويقتله على طول. من اللي بيوصل في المكان؟ مورجانا بلمحه بسيطه تستغرق 3 ثواني. في شمع متدوب، كاس فارغ معناه ان كان في حاجه، ملابس مرميه في كل مكان، المناشف الاتنين مظبوطين تحت بعض بالظبط، اما الثالثه متحركه من فوقيهم، معناها ان القاتل استخدم الثالثه عشان ينظف بقى حوالين الجريمه. تاني حاجه والاهم، الراجل ده غالبا ما كانش لوحده، محدش هياخد الفندق الغالي الفخم ده عشان يبقى لوحده، بل كان معاه واحده لونها اسمر مثيره. استغرب يعني اشمعنى قلت سمراء مش شقراء؟ قالت لان دايما المسلسلات والحاجات الافلام هي اللي بتقول شقراء، فمش هتكون كالمحتاج، بل سمراء اللي كانت معاه. رابعا، الراجل اللي ميت ده اسمه جاك عشان له البطاقه بتاعته. خامسا، متخدر قبل ما يموت علشان الكوبايه نظيفه جدا، معنى كده ان القاتل نظفها، لان طبيعي ما حدش هينظف كوبايه بالشكل ده الا لو كان فيها حاجه. نزلوا تحت عند بتاع الحانه، قال لهم ايوه ان جاك طلع الساعه 7. قالت له انه كان معاه واحده سمراء مثيره اكيد. قال اكيد هي مثيره بس مش سمراء، شقراء. وفي كاميرات المراقبه بيقدروا يشوفوا الست اللي دخل معاها جاك، وخرجوا الساعه 8:30. المهم جابوا هذه الست عشان يحققوا معاها. قالت ان دي عادي، كانت علاقه ما بينها وما بين جاك عاديه فقط لاجل المرح، هي كانت ما بتحبوش او حاجه. فاستغربت، قالت لها انت متجوزه؟ بصت قالت لا، ان جوزها ميت. ماشي بس ما حدش دخل غيرك انت متهمه. مورجان قالت لا مش هي، الشمع اللي كان موجود بياخد وقت 4 ساعات علشان ينتهي، والشمعة اللي احنا شفناها معناها ان اخدت 1.5 ساعة شغاله لحد ما تطرطش عليها الميه بتاعت جريمه القتل وانطفت، وهذه الست خرجت قبل 1.5 ساعة، معنى كده ان مش هي القاتله. اما المديره بتشوف رسمه غريبه، ودي من احدى الرسومات اللي كان راسمها زوج مورجانا. اما الخبر الاهم في مركز الشرطه، جاك يا صديقي ما طلعش اسمه جاك، بل طلعت هويه مزيفه، وان ليه اسم تاني. ادم ما بيلاقيش الحاجات بتاعت التحقيق بتاعته لان مورجانا خدتها البيت وبيتحقق فيها هي وابنها. بينصدم لما يشوف المنظر، بس ما يعرفش ان هذا الطفل معدل ذكائه عالي قوي. المهم ده كله مش مهم. مورجانا ماذا اكتشفت ان اللبس اللي كان لابسه جاك او اللي احنا كنا فاكرينه اسمه جاك، ونفس الخياطه اللي معمول عليه. الخياطه دي محدش بيعملها غير سكان مدغشقر، هم اللي بيعملوا العواميد اللي جنب بعض من غير تقاطع دي. ايوه يعني هنروح ندور في مدغشقر ولا ايه؟ قالت كل المحلات اللي موجوده هنا في المدينه بس يكون فيها حد من مدغشقر. هو دي هنعرفها ازاي؟ من الاسامي، اسماء المدغشقريين بيبقى اسمهم طويل جدا. وفعلا بعد بحث لقوا المحل بتاع الملابس بتاع صاحبه اللي من مدغشقر، ولما شافت صوره اللي مات قالت ان ده جاك مين؟ ده اسمه ادوار. ثم برضه مورجانا كان سرق من الادله مفتاح عربيته، وهي متاكده ان عربيته موجوده هنا. لما دست على الزرار والعربيه عملت صوت راحوا لها، فلسه يقول لها ما تفتشيش الا لما تحطي جوانتي، كانت فتشت كل حاجه. ولما جمعت المعلومات في دماغها عرفت ان هو سواق على العربيه دي. غريبه، سواق يعني مش معاه فلوس كتير، ازاي كان حاجز في فندق غالي زي اللي شفناه؟ ولكن الاهم عرفوا فين مسكنه. راحوا عند الشقه بتاعته يخبطوا، بتفتح مراته ودي بنته الصغيره. مورجانا كان قاعده مع البنت الصغيره اللي مفتقده ابوها وبتوريها الهدايا اللي ابوها جابها، زي هذا القاموس الضخم، مش عارف ليه ممكن تجيبه لطفله. بس الاهم ادم عرف ان الست انه جوزها توفى وان كان معاه ست قبليها، يعني كان بيخونها مع ست كبيره. فمورجانا بتساله انت قلت للست ليه؟ قال ده هيبقى دافع انها تتضايق، ولو عندها معلومه كانت هتشاركها. تاني يوم في اسم الشرطه، مورجانا بعد رؤيه الفيديو قالت القاتل ما دخلش من الباب، مستحيل. استغربوا، ده الدور ال15 سبايدر مان القاتل يعني عشان يخش من الشباك؟ قالت اكيد. ولما بصت لكل الشبابيك كلهم مقفولين ناحيه الشمال ما عدا هذا الشباك اللي ناحيه اليمين، معناها انه ما اتقفلش. وفعلا واحد من اسم الشرطه راح الاوتيل علشان
علشان يشوف الحوار ده. لما فتح الشباك لقى هذا المسحوق فبدأ يصوره. رجع لهم تاني للمركز وقال لهم على المعلومة ووراهم المسحوق. مورجانا قالت إن ده مسحوق كربونات المغنيسيوم بيستخدموه المتسلقين لما يحبوا يتسلقوا، معناه إن في حد دخل من الشباك. ولما شافوا حسابات إدوارد في الفلوس بتاعته إذا كان إزاي سواق وقاعد في فندق زي ده، عرفوا إنه دخل له 300,000 دولار من اسم واحدة. فراحوا عند واحدة اللي حولت له كل المبلغ ده. لما خبطوا فتح ابنها، فدخلوا يشوفوها لقوها ست كبيرة في السن ومصابة بمرض الخرف، مش عارفة أصلا مين اللي معاها ولا عارفة إن ده ابنها. لما جابوا اسم إدوارد قالت إنها مش عارفاه. لما حطوا صورته قالت أيوة جاك ده حبيبي، هنسافر مع بعض هواي، وإنها حولت له 300,000. ابنها اتجنن، إزاي واحد زي ده يضحك على أمه اللي مصابة بالخرف عشان يسحب منها المبلغ ده. أما بقى بالليل المديرة ورت الرسمة اللي جوزها كان رسمها لها في الحي، والحي ده كان خطر، في ناس يعني عصابات ممكن يكونوا خطفوه مش عارفين لسه، ولكن بتقدم لها بعض البسكوت. بس غريبة انت مش حاطاه في العلبة بتاعته. قالت عشان الأطفال ما ياخدوش بالهم. بس هنا جات لها فكرة، القاموس الكبير اللي راح هدية لبنت صغيرة ليه؟ فعلا راحت البيت شفت القاموس، لقيت انه كان مستخبي في الفلوس اللي كان بياخدها إدوارد، كان حاططها في القاموس اللي اداه لبنته هدية بيستخدمها كمحفظة. ومراته عرفت ان هو كان بيصاحب الستات الكبيره عشان يقلبهم في فلوس، وقالت لها تاخد الفلوس دي ترجعها لاصحابها. اما البنت وهي بتوراها صور لابوها لاحظت مورجانا حاجه، فقامت خدت ادم وعزمته على كوب المتين عشان عايزه تكلمه. قالت له هناك بقى وهي عازماه، غريبه انه كان بيتعرف على الستات الكبيره دي، بخيالك يكون اشمعنى ما يكونش ليه بيجي يحضر البار هنا ويتعرف عليهم هنا بمساعده واحد، لأن نفس علامة التاتو اللي كان مع الصورة بتاعته نفس علامة التاتو بتاع هذا الشخص بتاع البار. يعني ده كان بيساعده يجيب له معلومات عن الستات الكبيرة عشان يشقطهم ويظبطوا مع بعض في الفلوس. جري ورا الراجل ده عايزين يمسكوه، ولما بيحققوا معاه قال أنا ما قتلتوش، ده بالنسبة لي كان بيجيب لي فلوس، أنا كنت بس بخليه إزاي يشقط، غير كده أنا هقتله ليه؟ مورجانا تاني وهي في البيت قاعدة بتلعب الطفل ابنها، بتلاحظ حاجة غريبة في الطفل، ترجع لاسم الشرطة تتحفنا بمعلومة تانية. تعرفوا إن المتسلق بنسبة 99% اللي طلع وقتل كان ما عندوش ضوافر، لأنها مش موجودة خالص على الحولة النافذة. أما اللي احنا مسكناه بتاع البار كان ضوافره طويلة احنا شفناها. وإن اللي عمل كده وكان مورجانا لاحظت حاجة فيه هو قايل ابن الست الخارفة، لأنه هو متسلق، ولاحظت البادج قبل كده كان هو لابسه، وقالت بس هي ذكية حلت القضية بمفردها، آدم ملوش لازمة. إلا إن آدم برضه لما بص للصورة في حاجة خد باله منها وقعد يفكر، قال أكيد مش هيعرف يحل الموضوع ده لوحده، الشباك ده كان أصلا هيعرف يفتحه إزاي؟ أكيد حد فتحه له، وشخص كان معاه في نفس الأوضة هو اللي ساعده، وهي الست اللي قالت أنا كنت بقضي معاه ليلة كده علشان مبسوطة معاه. جابوا الاتنين يحققوا معاهم. الست قالت إن هو أن أنا كنت بحبه مش موضوع تسلية، وخد مني $500,000. ساعتها عرفت إنه نصاب، بس كان خلاص خد مني الفلوس، كنت محروقة وعايزة انتقم منه، بس مش أنا اللي قتلته، بل قايل هو اللي جاب الفكرة. قايل قال برضه إنه كان متضايق منه بسبب إنه نصب على أمه، بس مش أنا اللي قتلته، ده الست هي اللي ادتني الفكرة. إيه، والاتنين عمالين يرموا على بعض الجريمة، والاتنين هتروحوا في 60 داهية، مش مهم مين اللي قتل. بس قايل انهار، قال أنا المفروض أتحاسب ولا اللي اتقتل؟ ضحك على ست كبيرة في السن مصابة بالخرف، شخص بيستهدف ست كبيرة ذاكرتها اتاكلت بحيث إنها حتى مش فاكرة ابنها الوحيد. بس كان قايل في حاجة وحيدة عايز يعملها، يكلم أمه قبل ما يتسجن، وفعلا تم تلبية هذا الطلب وتم تفنيش القضية. الجريمة الرابعة، بنشوف واحد خاطف 2 أطفال في عز الليل. مش مهم كل ده، تاني يوم في مركز الشرطة مورجانا وهي داخلة الحمام بتلاقي أم منهارة على ابنها وبنتها اللي اتخطفوا ومستنية الشرطة تساعدها، بس مورجانا اديتها الثقة إنها ترجع لهم الأولاد. الأم وأبوها بدأوا يتكلموا عن زوجها السابق، إن زوجها السابق ده مجنون، كان الأول عايز يعيش نباتي، مش عايز ياكل لحوم والحاجات من دي، بعد كده قال إحنا مش عايزين نعيش أصلا في المدينة ونعيش في كوخ في غابة، وعايز أخرج العيال من التعليم وخلوهم يتعلموا الصيد ونقعد في هذا الكوخ في حياتهم البدائية بس. فعشان السبب ده هم اتطلقوا، ومن ساعتها كان بياخد العيال زيارة زي عادته دايما وبس. اختفى هم والأولاد وهو اللي خطفهم. مورجانا قالت دي لعبتي، سيبوا لي أنا هحل الموضوع. فعلا توجهوا إلى بيت الأب وبدأوا يشوفوا كده ان هو فعلا بيحب الزراعة وزرع شوية حاجات مع بعضيها، ولكن في حاجة لفتت دماغ مورجانا، في بعض المحاصيل مزروعة ما ينفعش تتزرع مع بعض، بل محطوطة بالعبط، لو اتزرعوا مع بعض يبوظوا اصلا. معنى كده ان دي حاجات معمولة منظر كده، بتحاول تداري حاجة تحتية. بتداري ايه؟ بدأوا يشيلوا الزرع ويفتحوا في التربة ويلاقوا جثة، بيلاقوا جثة الأب
معنى كده ان الاب مش هو اللي خطف الاولاد، بل في شخص تاني. وبعد تحقيقات الشرطه عرفوا ان الاب اخر حد قابله كان ست عندها 40 سنه، شعرها احمر وحاطه نضاره. المهم برضه في تحقيقاتهم قالوا ان ابو الام راجل غني عنده سلسله مطاعم كبيره قوي، حد يعني تقيل من الاثرياء، فممكن يكون بيكره طليق بنته فهو اللي عامل في حاجه، فرايحين يحققوا. لما وصلوا القصر الراجل السواق بتاعه بص لهم بصه كده وضحك. المهم راحوا فعلا البيت، الام منهاره مش مصدقه ان جوزها اتقتل، فسالوها عن الست الاربعينيه ام شعر احمر، قالت ما اعرفهاش. ولكن مورجانا سابت الموضوع وراحت للشغاله، بدات تاخد وتدي تعرف طبيعه الاب اللي مات، هل فعلا كان وحش مع اولاده؟ قالت ان لا، ده كان كويس جدا وكان كويس معايا وكله كان بيحبه. لما رجعت لمركز الشرطه ومع الحاجات قالت ان كان بيدي للاولاد حلويات، كمان الحديقه كلها زارعها خضروات، اكيد برضه عشان عياله، معناهم انهم بيحبوهم قوي. ولما رحنا للمكان شفنا كتب كتير. في اب بيكره عياله وعايز يخرجهم من التعليم هيجيب كل الكتب ويعمل كل ده؟ اكيد دي شائعات وان الاب ده كان بيعشق ولاده. اذا من اللي كاتب عليه معلومات غلط وبيشوه سمعته؟ واحده شغاله في الاحوال الاجتماعيه، ولما فتحوا صورتها لو فعلا 40 سنه، شعرها احمر بنضاره. دي ليه كاتبه عنه الصفات السيئه دي؟ علشان الحضانه تنزل من على الاب وتروح للام. لما راحوا عندها ولسه تحترف وتقول ان هو فعلا وحش، مورجانا بصت لها قالت لها انت عندك ديون، اما كنت فقيره زي كان عليا نفس الديون، بس غريبه انت في الصوره ليك هنا كنت في رحله في مكان غني، حتى لسه اثار من الرحله بتاعتك اهي، ازاي مرتبك عروه عليك ديون وكنت في رحله في احد الفنادق بتاع حما القتيل؟ وعرفنا ان حماه رشا الست دي عشان تكتب عنه حاجات وحشه عشان الحضانه تروح لبنته. راحوا عشان يقبضوا على الحما. البنت قعدت تقول ابويا بريء، ابويا اكيد ما عملش حاجه. قول ايوه السواق قال ايوه ساعه الجريمه هو كان معايا. ضغطوا على السواق قال ما حصلش، ده هو رشان انا كمان عشان اقول الكلمتين دول. اما مورجانا كان بتصور ورق كده في مكنه التصوير، ملاحظه حاجه كده ان الورق بتطلع علامه حمراء من فوق. وليه المعلومه بتاعت البتاع الاحمر؟ لان كان في صوره القاضي بتاع محكمه كان الصوره عليها نفس الخط الاحمر، معناها اللي مصورها هو الحما، والقاضي كان في احدى الاوتيلات بتاع الحما. القاضي هو كمان شارب شاي بالياسمين عشان يحكم لبنته. معنى كده ان انت بتعشق انك ترشي الناس، انت شكلك متورط، احترف قبل ما تأذي أحفادك. بس لسه مفيش دليل. بعد فترة المحققين بيعرفوا من كاميرات المراقبة إن مرات القتيل راحت له زيارة بعد ما اتقتل، معناها إن كانت عارفة إنه مات، فالوقت بقوا شاكين فيها. بس مورجانا مش مصدقة، هتقتل زوجها السابق أو طليقها ليه يعني؟ ومتضايقة مورجانا، إذا كانت الأم أنا وعدتها النهاردة إن أنا هجيب لها أولادها والقاتل تطلع إن هي القاتل، أكيد لا، في حاجة غلط. وزهقت واتخنقت وروحت البيت بتشتكي مع زوجها. وأثناء الاشتكاء على التلفزيون بيعرضوا جريمة القتل، فيظهر صورة للبنات وفي نفس الوقت وراهم تمثال. لحظة، التمثال ده مش هو نفسه اللي شافته النهاردة لما راحت البيت؟ معنى كده التمثال اتبدل. وفعلا راحت عند واحد من اللي بيشتري التماثيل الأصلية، لقيت الأم كان بتبدل التمثال الأصلي بواحد مزيف. نفهم ليه بتبيعيه؟ لأن الخاطف بيهددها إنه عايز 400,000 دولار، فبتحاول تجمع الفلوس عشان تجيب ولادها. بس مش هينفعوا يكلموا الشرطة عشان ما يحصلش حاجة للأولاد. بس جابت آدم. فعلا الأم راحت للمكان اللي قال عليه الخاطف واتجهت ونزل صنارة. آدم أول لما خلص والتاني هيهرب جري عليه وبدأ يضرب عليه نار، بس التاني كان ركب العربية وهرب. بس آدم كان حويط وحاطط في شنطة الفلوس جهاز تعقب، ولما مش ورا الجهاز لقوا العربية عاملة حادثة، فخايفين لا يكونوا الأطفال موجودين في العربية وبيتحرقوا. آدم رايح يشوف، ولما فتح ما لقاش أي حد. طبعا بعدها الشرطة جت والمديرة بتقول له أنت شغال من دماغك، فحاول يشيل هو اللوم. أما مورجانا مالها تشوف العربية بتاع الخاطف، أكيد فيها دليل، وطالما الكرسي قريب من الدركسيون معناها إن الشخص ده قصير. ولما فتحت الراديو سمعت القناة اللي كانت شغالة قناة رهانات. بدأت مورجانا تحل القضية، تقول إن الخاطف والقاتل هو السواق. قتل الطليق لأنه كان بيحب مية، لأن لما رحنا أول مرة البيت وشفناه كان واقف في منطقة بحيث يراقب الأم من العربية من غير ما حد ياخد باله، وإن هو بيحب القمار، فكان طلب منها فلوس علشان عمال يخسر. وفي نفس الوقت هو كان هيرجع الأطفال بعد ما خطفهم علشان مية تحبه وتفتكر إنه عمل بطولي. وفعلا تم القبض عليه وبدأ بالاعتراف إن هو بيحب مية، وبس كان هيخطف الأولاد ويرجعهم عشان البنت تقول عليه واو لولا تدخل الأب الأحمر، فقتله. قعدوا يدوروا الشرطة كلها لحد ما قدروا يحددوا مكان الأولاد. ونشوف الأم بتحضن ولادها بمشهد دراماتيكي. وصدقت مورجانا في وعدها وتم استلام مورجانا. الشارة بتاعتها كانت فخورة، هي عايزة حاجة من الشرطة كده تحس إنها شرطية. وروحت لبيتها حضنت عيالها لأنها أم وحاسة بالأم اللي فاتت. والحلقة تنتهي. الجريمة الخامسة في عيادة الدكتورة البيطرية، المساعد بتاعها مش بيلاقي
جثتها وجنبها الكلمة دي، ولكن أولادنا بيوصلوا لميدان المعركة. خلي بالك الجريمة دي كانت هتتقفل إنها ميتة بسكتة قلبية، بس الضحية قصدا إنها طبع الورقة بتاعت جريمة القتل دي. بتمشي مرجانة تلاحظ إن في ضفدع مختفي وفي ورقة مناديل وفي حساسية على الإيدين، فبيكون آدم هيغسل إيده، عايزة توقفه مش عارفة، بتضربه بالمخدر. كل الناس اللي حواليها مستعجبة هي عملت كده ليه، وده لأن القاتل قتل هذه الست بضفدع سام اسمه ضفدع السهم، حطه في الصابون والسم ده عمل لها شلل في ايدها، عشان كده استخدمت نظام صوتي في الطباعة، ما كتبتش بايدها ان يكتب لها جريمة قتل. بعدين توجهوا لصديقته الدكتورة. اما ادم لسه متأثر، صاحبتها كان مبلغة عن غابة من امبارح، محل صاحبتها كأنه مهتم بالعسل والنحل، بتحب هي الحاجات دي، وصديقتها مخلفة ولد، وكانت الدكتورة مونيكا كانت بتحبه قوي الواد ده، حتى معظم الصور اصلا مع الواد اكتر من امه. الواد بيظهر وبيقول للشرطة ان في واحد كان بيزعق للدكتورة من 3 ايام، بس امه ما كانتش موجوده فما تعرفش الحوار ده. خدوا الولد عشان يقول الشكل ويترسم، وفعلا تم الرسم. اما بقى عيله الدكتوره مونيكا لما جت قالت مبدئيا احنا مقاطعين مع مونيكا من 12 سنه ودي غريبه. المهم لما الاب شاف صوره الشخص قال لك هذا الحقير كان مواعد بنتي وهي عندها 16 سنه وهو كان 24. كمان هو زي الغبي اتحبس عشان سرق سوبر ماركت وهو كان لابس شبشب فاتزحلق. في حاجه غريبه، الاب عرف منين ان هو كان لابس شبشب مع ان المعلومه دي مش في ملف القضيه خالص؟ تاني حاجه، ليه الاب كان مقاطع بنته كل المده دي؟ هنعرف. حققوا معاه وفعلا طلع من السجن من قريب، بس وقت وفاه الدكتوره هو ما كانش موجود لانه لابس جهاز الGPS ده اللي تبع رجال الشرطه. لما كملوا بحث اونلاين كده على صفحات العياده بتاع الدك لقوا على النت واحد بيشتمها وبيبتزها، فقالوا نشوف الشخص ده، وده طلع واحد كان باعت العنكبوت المفضل بتاعه انه يتعالج، وكان العنكبوت اكتر من اخ بالنسبه له، عنكبوت نادر جدا، والدكتوره قتلته لانه فيه فيروس ما كانش هينفع يعيش، فكرهها بسبب كده. المهم الغريب انهم لقوا اكل بتاع الدكتوره كان رايح لشقه في هوليود. ايه الشقه دي؟ قاموا راحوها ولقوا ان الشقه فيها حيوانات كلها نادره وبفلوس غاليه قوي، حتى عنكبوت الراجل. معناها مونيكا كانت بتسرقهم عشان تبيعهم، علشان عرفوا من بحثها انها عايزه تشتري بيت، فقابلوا اخر سمسار هي كان كلمته ووراهم البيت اللي كانت هتشتريه، ولكن بعيون مرجانه الثاقبه لاحظت ان البيت كان فيه منحل وعسل كتير زي محل صاحبتها، اللي مكان محل صاحبتها بتحب المنحل والعسل، فمعنى كده ان هي كان قصد الدكتوره تشتري البيت ده لصاحبتها وان بينهم علاقه غراميه هيعيشوا فيها مع بعض. فعلا لما واجهوها هي ما قالتش لا، قالت كانت هتنفصل من جوزها وتشبط مع الدك. فمرجانة شكت، يكونش جوزك لما عرف حب ينتقم من الدكتوره اللي هتاخد مراته؟ جابوا الراجل عشان هيتم التحقيق معاه. في الاول قال لك لا 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 مستحيل اعمل كده، بس كان في دليل، الكتاب بتاعه كان بيدور على انواع ضفادع سامه وبالذات ضفدع السهم، وكان عليه القهوه المفضله بتاعته. ما قدرش ينكر، تم اثبات الجريمه واحترف انه ايوه هو اللي قتل الدكتوره. شوف يا صديقي هو محترف، وانما الحاسه ال18 اللي جوه مرجانه مش مصدقه ان هو اللي عملها، بالذات ان صاحبه الدكتوره قالت لك انا اتعرفت على الدكتوره من 2 سنين، انما كان في صوره للدكتوره مع الولد كان لابس حزام اصفر، الولد دلوقتي معاه الحزام البنفسجي. ما بين الاصفر والبنفسجي اكتر من 2 سنين، يعني هي عارفه الدكتوره اكتر من 2 سنين. تاني يوم خدت العيال للسوبر ماركت، وتخيلت مرجانة جريمة السرقة وهو بيتزحلق لانه لابس شبشب، وازاي الراجل عرف؟ وهناك مرجانة راحت تقابله من تاني وعرفت ان الدكتورة كانت بتسرق معاه لما كانوا في علاقة، عشان كده ابو الدكتورة عرف معلومة الشبشب. بس ليه انت ما احترفتش ان هي كانت معاه؟ رد ان هو ما كانش حابب يضرها، بس وهو بيتكلم بتلاحظ مرجانة حاجة غريبة. ساعتها ادم كان في ديت مع واحدة، بس مرجانة بتوصل له عليه بسرعة وتقول للواحدة دي هذا جوزي ودول عياله، انت ليه مش بتدفع لهم المصاريف؟ حس بالاحراج. بعدين بترجع تقول لها انا بهزر، ده صديقته في الشغل عادي. بس نرجع بقى للشغل، ان الولد ابن صاحبة مونيكا هو في الحقيقة يبقى ابن الدكتورة مونيكا. ليه؟ لان العلامة اللي في ودن الولد اسمها غمازة الاذن. الدكاترة البيولوجية بيقولوا ان هي زي خياشيم السمك، بس دي معلومة مش مهمة. المهم ان 1% من الناس بس اللي عندهم هذه الغمازة، ونادر وجودهم على الودنين مع بعض، ومعنى ان يبقى عندك واحدة يبقى انت وارثها بنسبة 100%. ومونيكا كانت حامل لما كانوا بيسرقوا السوبر ماركت، عشان كده هو مرضيش يبلغ عنها لانها حامل، وعشان كده ابوها قطعها ل 12 سنة، وعشان كده هو اتخانق معاها قبل ما تموت بيومين لانها اتنازلت عن الولد بعد الولادة. ومين بقى اللي اتبنى الولد؟ صاحبتها. فهي اتعرفت على صاحبتها واوهمتها انها بتحب
بتحبها علشان بس تبقى جنب ابنها. وفعلا جابوا هذه الست واحترفت ان هي دمرت جوازها عشان مونيكا، وفي الاخر طلعت الدكتوره بتقرب منها عشان الولد، وانها حست بالغيره لان الولد كان بيحب فعلا الدكتوره مونيكا اكتر منها، وهي اللي دست الكتاب لجوزها، وجوزها حب يتستر عليها لما احترف على نفسه وتم الافراج عن الاب. اما الولد أم مونيكا هي اللي هتربيه مع الأب، وتم رجوع العنكبوت لصاحبه وتم حل القضية. الجريمة السادسة مفيش فيها وجع دماغ كبير. واحدة بتصحى بتفوق مغمى عليها تلاقي جثة الدكتورة دي عندها شركة أدوية، ولما جاوا بقى علشان يحققوا اكتشفوا إن كان في حفلة امبارح في الشركة. ليه؟ لأن الست اللي ماتت اخترعت جهاز اسمه جهاز كينيري بتاع أطفال يستنشقوا منه الأطفال يحسوا بالهدوء ويتنفسوا كويس. فلما حققوا مع البنت واللي اسمها سام قالت إنها مش فاكرة أي حاجة. طب إيه علاقتك مع المديرة؟ ابتسمت. مورجانا قالت لها سمعت عن ابتسامة دوشين؟ قالت لها ايه ابتسامة دوشين؟ قالت لها هي اللي بتوصل لحد العينين وهي اللي بتبقى الابتسامة الصادقة، اما ابتسامة بان ام بتبقى عند الفم وهي مخادعة بتعملها مضيفة الطيران او واحدة ما بتحبش مديرتها زي كده. قالت لا ايوه ما بحبهاش قوي لانها كانت بتعامل الكل في الفترة الاخيرة بكل ضغط، بل انهم لما قربوا يطلقوا الجهاز بل كانت المديرة بتقفل على نفسها باقفال وكأنها متراقبة. فمورجانا قعدت تفكر وقالت بس هنحقق مع جوزها. دايما في كل المسلسلات الجوز بيبقى القاتل، بيروحوا عند جوزها قال بالعكس ده انا المستثمر وبدفع الفلوس في افكارها وشايف ان دماغها عاليه ومشاريعها كويسه وان انا اصلا مقدم ان انا بدور عليها من امبارح، انا ما عملتش حاجه. بداوا التحقيق مع كل اللي شغالين في الشركه لحد ما في واحده قالت انا شفت ست خرجت من مكتب الدكتوره امبارح وغالبا اتخانقوا وراحوا عند هذه الست. واثناء التحقيق مورجانا كان مشغوله مع ابنها. بعدين مورجانا بقت فاضيه ليها بقى، قالت لها بصي من الفواتير والحاجات المحطوطه غالبا البيت ده جديد انتوا ناقلين فيه من قريب، بس الفكره ازاي اتحملتوا تكاليف البيت ده. بعدين وهي بتقف عشان تودعها لاحظت حاجه حبت تلفت انتباه ادم، ولاحظ هو كمان ايديها كان فيها كدمات. تم نقل التحقيق معاها، ومن التحقيق دخلت تكلمها مورجان اكتشفت ان الجهاز الجديد اللي صنعوه ده بيعمل للاولاد ربو على الستر، والولد اللي كان بيجربوا عليه الجهاز هو ابن الست ده، وده السبب اللي خلاهم بقى معاهم فلوس ونقلوا للبيت الجديد. حتى مورجانا لاحظت في البيت ان الولد ما كانش بيلعب معاهم. ساعتها الست لما عرفت ان ابنها اتصاب بالربو حست بالحرق على ابنها، وغالبا انت انتقمتي. الست بقى ما انكرتش بس قالت انها ما قتلتش الدكتوره، هي هددتها. بس الدكتوره كمان هددت هذه الام انها لو اتكلمت ولا فضحت ان الجهاز بيعمل حاجه الدكتوره المرحومه هترفع قضيه بشرط جزائي اسمه عدم الافصاح. فما عملتش حاجه الام دي غير ضربت الازاز بالبنيه ومشت. مش عارفين مين القاتل، فقرروا يروحوا يحققوا مع جوزها تاني. بقى انت بتعمل جهاز يضر الناس وانت عارف وتقول لي اصل انا بدعم مراتي؟ المحامي بتاعي انا افهم في القانون يعني تتكلموا باحترام. ردت مورجانا الماده 12 2 من قانون الاوراق ان اي اختراع بدون علم المستثمرين تفاصيله المخفيه ممكن يوديك في داهيه او يرفع عليك قواضي بفلوس. طب ده انت شكلك فاهمه المحاماه استاذن انا بقى. قال لها انا ما قتلتهاش، وفعلا الجهاز بيضر العائلات وانا دفعت لكل عائله فلوس كتعويض لحد ما عملنا نسخه من الجهاز احسن. المهم بقى صديقي كان في ممرض كده شغاله الصبح عامل نظافه الاسم، اما بالليل بيدرس تمريض والظهر بيبقى عايز يعمل ديت مع اي واحده. المهم من الادويه اللي هي شافتها بنتنا مورجانا وهي بتحقق قالت له انت مش ملاحظ حاجه؟ لما شمها قال لها ريحه التركيبات كانها مكونات صيني. بالظبط ايه علاقه الدكتوره بالمكونات الصيني دي؟ لحد ما قعدت تجمع افتكرت انها كانت بتحقق مع بنت صينيه من اللي شغالين مع الدكتوره، وقفاها كانها حاطه فيه نفس الادويه الصيني دي، وطلع ان اول اختراع لجهاز الاطفال كان فكره هذه الفتاه الصينيه، وقامت بعت الفكره للدكتوره. اما الدكتوره حطت مكونات تاني وبدأت المكونات تعمل ربو وتضر الناس. الصينية طلبت منها توقف الجهاز وحست بتأنيب ضمير، وعرفوا ان الصينية دي من التحقيق تبقى مرتبطة بجوز الدكتورة، بس هي ما قتلتهاش. المهم مورجانا قعدت تفكر في كلام سام ان الدكتورة كانت خايفة ومقفلة على نفسها وحاطة مراية في اوضتها. قالوا المراية دي لازمتها ايه؟ راحوا يشوفوها لقوا ان فيها كاميرا فيديو. وهنا جابت بقى اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ان بعد الحفلة الموظفة سام كانت عرفت ان الجهاز بيضر وبيعمل ربو، هددت انها هتفضح الدكتوره قامت هجمت عليها فبترميها البنت سام قامت اتخبطت نفسها والدكتوره وقعت على الجايزه الطعنه وبس. وهذه كانت جريمه القتل، ولكن طلعوها لانها دفاعا عن النفس. تم حل القضيه. الجريمه السابعه بتبدا بواحد بيجري في الحديقه وبيلاقي عيال بيبوظوا بيت احدهم. المهم بيشوف احدهم بيلاقيه مقتول. اما مورجانا قررت تاخد بنتها معاها الشغل توريها الدنيا تعرفها على الكل، بس الام ما عندهاش مكتب
المكتب. المهم كان في كلب بنتها كانت عايزاه. المدير بيركب الاسانسير فيحصل ما ليس متوقع، واحده بتثبته بسلاح وبتثبت المكتب بالكامل، وانها حاطه قنبله هتنفجر لو حد حب يشغل دماغه. مش بس كده، ده معاها واحد مساعد ليها. حاولت مورجانا تبعت لبنتها انها تهرب من الحمام وتمشي، بس الموبايل اتاخد. ودول عاملين الحوار ده لان في راجل اتهم في قتل شخص اللي هو اللي احنا شفناه في اول الحلقه ويبقى بريء. عايزين يعرفوا مين القاتل وعايزين يجيبوا البراءه بتاعته. طبعا الحكومه برضه مرشقه الدنيا بس مش شايفه حاجه لان كاميرات المراقبه اتضربت، بس قوات التدخل هتعرف تدخل كاميرات. اما الاتنين اللي جوه دول ضباط في الجيش، وحتى زميلهم المسجون ضابط في الجيش، حتى الراجل اللي اتقتل فده كان القائد. الفكره ان المحقق اللي اشتغل على القضيه عمره ما فشل في قضيه قبل كده، وقال ان القاتل لوجان القاتل ده مش بريء. ازاي بريء والبصمات موجوده في المكان، وفي ماده كان لوجان بيستخدمها في تنظيف بيته موجوده برضه في المكان. اما جوه في الاسم بيجيبوا ملف القضيه من تاني عشان يحققوا من اول وجديد. كمان في ناس شافت لوجان والضحيه كانوا مع بعض قبل يوم الجريمه وكأن في مشاكل ما بينهم. واهم حاجه لوجان كان مترشح يبقى في منصب عالي في الجيش بس كان رافض وعايز يسيب الجيش. اما القائد كان بيقول له لا انت هتكمل، ربما يكون ده سبب القتل. المهم مع الادله والحاجات مورجانا لاحظت حاجه وحبت تتدخل. الدم ده في حاجه كانها وقفته، كأن كان في ورقه والقاتل خدها اتسحبت، فطلبت ان عايزه تكلم الشرطه تساعدها. فعلا كلمتهم، طلبت من ادم يروح مكان الجريمه يشوف لو في اي ورقه ناقص او حاجه، ولقى ورقه اتطبعت على الجهاز. الورقه ده يا صديقي انك لما تحب تودي ضابط لمحاكمه عسكريه عن تهمه ما، في حد بقى خد الورقه دي. المهم هما بيتكلموا في حد ظهر وكان هيتضرب بالنار، وهي بنت مورجانا طلعت ما مشيتش من المكان. جابوا بنت القائد اللي مات وسالوها هل ابوك على خلاف مع حد؟ قالت ما حصلش، ده كان عامل انه كان ابو كل العساكر وكان دايما بيخرج معاها يوم الاثنين، الا يوم الاثنين اللي قبل ما يموت فيه ما رضيش يخرج معاها، مش عارفين السبب. رنوا تاني على مورجانا عشان يقولوا لها انه ما كانش موجود في اليوم اللي قبل ما يموت فيه مع بنته. فسالوا امال هو كان فين؟ فرد ادم قال احنا هنعرف، حد يفتح التليفون بتاعه. ولما فتحوا التليفون اللي موجود مع الادله وجابوا الرقم السري بتاعه، شافوا ان القائد كان بيدور على عنوان. لما دوروا على العنوان لقوا مكان بتاع شرب ومخدر وحاجات يعني ممنوعه غريبه. القائد عمره في حياته ما حط في بقه حاجه. المهم بعد ما خلصنا الكلام كان الرجاله اللي موجودين في المكتب بيفكروا عايزين يهجموا، بيقولوا هنهجم وهو مش مد اخوانا، بس هو كان مد اخوانا ومش واثق من اللي موجودين في الاسم. وفعلا بيحصل الهجوم وفي طلق نار بيطلع والمدير كله دم، بس مش هو اللي اتصاب، ده الممرض. وقوات التدخل بدأت تحط كاميرات بس مش هينفع تدخل عشان القنبله وما تأذيش ناس، وشافوا بالكاميرات ان في واحد اتصاب بس مش عارفين هو مين بالظبط. بعد ما مورجانا قعدت تعالجه شويه قالت لازم يروح المستشفى ويتنقل، وقالت لها ما تقلقيش هنعرف مين القاتل وهتعيش انت وحبيبك لوجان مع طفلك. استعجبت واحنا استعجبنا، هي بينا وبين لوجان القاتل علاقه؟ ايوه، وده السبب اللي خلاها عايزاه يطلع براءه، مش عشان انه مجرد زميل. بس ايه حكايه الطفل ده؟ ومورجان قالت ان لوجان رفض ياخد الترقية في الجيش وكان عايز يطلع من الجيش عشان يكمل حياته مع البنت دي وطفلهم. طب عرفت مورجانا ازاي ان هي حامل؟ بسبب ان الفيتامينات اللي بتاخدها قبل الولادة بتسبب جفاف البشرة، وده كان باين على الحكة اللي عندها، والمكان اللي هي واخدة فيه حقنة الخصوبة متورم وباين عليه. الراجل انصدم، وانت بتحب لوجان؟ لا وكمان حامل منه، واتضايق لانه ما بيحبش حد يكذب عليه او يخبي عليه حاجه. الشرطه عرفت ان القائد كان مع حد يوم الاثنين بس الكاميرا مش جايبه وش الحد ده قوي، فرنوا عليهم قالوا لهم هنبعت لكم صوره القاتل الحقيقي ممكن تتعرفوا عليه. شافوا صوره القاتل قالوا الله انتوا بتهزروا بقى، هو فين وشه؟ بس المدير قال ان الممرض لازم يتعالج والا هتتهم انتوا كمان بجريمه قتل. الولد اتجنن قال ان انا مش هثق في دول ممكن يسلمونا، بس بتحاول مورجانا تهديهم، هي مش هتسكت الا لما تعرف القاتل الحقيقي. قرروا ان الممرض يطلع للمستشفى وهيبقى معاه بنت مورجانا عشان تساعده يخرج، مش هيقدر يمشي لوحده. بس هي مش عايزه تسيب امها خالص، بس امها اقنعتها انها هتحصلها قريب. اما بتاع العصابه متضايق على اخره، ده البنت الصغيره دي عامله زي الكارنيه الفايز، الشرطه مستحيل هتدخل لو البنت الصغيره دي موجوده، انما بعد ما مشت ممكن دلوقتي تتخيل اي حاجه الشرطه تعملها. المهم مع توتر الاعصاب وسرحان مورجانا قالت في حاجه ناقصه، قامت تشوف الادله. عرفت ان من اسبوعين القائد اشترى جي بي اس صغير. طب ليه اشتراه؟ قالت ان القائد كان شاكك ان في جندي كان بيشرب مخدرات وحط لي الجهاز. قام الجهاز رن يوم الاثنين فما رضيش يروح مع بنته وراح يشوف الجندي ولقاه فعلا في المكان اللي بيشرب فيه. ولما خلاص القائد عرف وتاكد كان هيعمل ورقه هتحوله للمحاكمه العسكريه، وده خلى الجندي دخل عليه وضربه برصاصه وخد الورقه دي، والجندي لسه عليه
بالGPS. فعلا فتحوا التليفون والشرطة راحت ناحية المجرم، تم القبض عليه أخيرا. البنت فرحت، أما شريكها عارف إنه مش هيطلعوا منها بخير عشان ضربوا الممرض، فقام ضرب البنت وهدده إنه هيفجر الدنيا. مورجانا هدته، قالت له ده بص هقول لك معلومة، زمان سنة 1991 في مونتريال جميع مصنعي المتفجرات البلاستيكية كانوا ملزمين غصب عنهم يحطوا مادة ريحتها مزعجة، هي مادة الإنسان عمره ما هيشمها ولكن محطوطة للكلاب وللحيوانات عشان تعرف تجيبها. وفي الأول الحلقة احنا شفنا كلب هو ما شمش المادة دي. طب هنقول ان الموزة صنعتها وهي حامل، وهي اصلا مستحيل تخاطر انها تروح في مكان وتتعرض لمواد كيميائية عشان قنبلة، فدي مش قنبلة. وهي احترفت البنت ان ما فيش قنبلة فعلا، اتضايق ولسه هيقول ويشتم الضرب من ورا، وتم حل الدنيا وهو هيتقبض عليه وبرضه الست هيتقبض عليها. اما الراجل طلع براءة ما عليهوش حاجة. اما مورجانا احتفلوا بيها، شافوها ان هي امبراطورة لتحريرها كل الرهائن، بل ان كمان جابوا لها مكتب احترام ليفل الماكس. جريمة تامنة، على احدى الشواطئ يتم ايجاد فتاة في ال30 مضروبة غالبا ميتة. وصل فريق التحقيق بقيادة مورجان، لكن لما حبت تشوف النبض بسرعة طلبت الساعة بتاعت آدم، قدرت تعرف ان البنت لسه عايشة ما ماتتش ومضروبة زي بشاكوش على دماغها. المهم ان هي اسمها موريس وفي جامعة ومرتبطة بواحد، جابوا حبيبها ويس هو اللي انت شايفه ده. ومع التحقيقات عرفوا ان البنت مش اسمها موريس ولا هي في جامعة. والسؤال هنا، هي ليه بتضحك على حبيبها الكبير في السن؟ لما راحوا بيتها يحققوا وشافوا ملابس غالية قال بس سهلة يبقى بيصرف عليها، بس لقوا فواتير ان هي اللي دفع حق اللبس ده، كمان بتدفع فلوس لوحة اعلانية. ولما فتحوا الدولاب يلاقوها عاملة تحقيق مصغر وهو عن فيليبس حبيبها اللي مات من 2 سنين، والجريمة اتأيدت ضد مجهول من غير قاتل عشان ما عرفوش الحل. واللوحة الاعلانية اللي كانت بتدفع لها الفلوس عن حد لو يعرف حاجة عن موت حبيبها يقول لها. فيليبس ميت بنفس الضربة زيها في نفس المكان، بس الفرق ان كان في رز موجود على دماغه. غريب. أول مكان راحوه المكان اللي فيليبس شغال فيه وهو متنزه بتاع أغنياء، وهي مع علاقة مع صاحب المكان عشان تعرف تدخل تحقق في المكان ده. إذن عرفنا هي ليه بتحب واحد كبير في السن. قابلوا اللي ماسكين الإدارة، الأخ الأكبر والأخ الأصغر، وقالوا أيوة عارفين فيليبس اللي مات الله يرحمه كان محترم بس للأسف مات. المهم هم نازلين شافوا بتاع الريسبشن واخد بنيه في عينه وقال إن عميل عندهم هو اللي ضربه وبيتاجر في المخدر. راحوا يقابلوا الراجل ده وعرف ان هو عامل قلق لان الاخ الصغير يدين له بفلوس. استغربوا بقى الغني ده مدين لك انت بفلوس؟ قال ان ده الحقيقه. البنت فاقت، راحوا يقابلوها، قالت ان جالها اتصال عن حد عرف معلومات عن موت حبيبها وهي رايحه تقابله، وقامت اتضربت على دماغها وما تعرفش مين عمل فيها كده. فالسؤال طيب احور صور الاخ الصغير عندك؟ قالت لان حصل خناقات ما بين فيليبس والاخ الصغير بس مش عارفه الاقي حاجه عليه لان اخوه الكبير دايما بيحميه. راحوا يحققوا مع الاخ الصغير بس ما لقوش غير الكبير، وهناك كان جايب هديه من كل بلد هو راحها زي اسبانيا وفرنسا والمانيا. المهم وهم خارجين لقوا زبونه اصرت مورجانا انها عايزه تحقق معاها، وهي مرات الراجل ده اللي بيجيب لي المكان هو الموزع بتاع الخمر والسكر. بس لاحظت مورجانا ان العقد ده 142 فص يعني 142 شهر جواز. بس لاحظت مورجانا برضو ان ده مش العقد الاصلي بل الاصلي اللي كانت لابساه حبيبه فيليبس. وده ليه؟ لان الست دي على علاقه بالاخ الاصغر وفيليبس كان عارف، وعشان ما يفضحهمش قامت الست دي اديته العقد وقام هو اداه لحبيبته، فهي لبست عقد مزيف. المهم الوقت جثته المفروض انه اتقتل على البحر بس نصه مبلول، مع ان المفروض قعد بطول الليل والمد والجزر عدى عليه، فالمفروض كانوا خلوا جثته كلها مبلوله. معنى كده ايه بقى يا صديقي؟ معنى كده ان هو ما اتقتلش على البحر هنا بل اتقتل في مكان تاني ثم اتنقل. طول الليل فضل آدم ومورجانا يحاولوا يجمعوا القضية دي لكن بدون حل. ولكن وهي خارجة ومروحة بتلاحظ الكهرباء بتنده آدم، عرفت مين قتل فيليبس. في العربية بتقوله في القرن ال19 في راجل اسمه إروين بيرزي، ده بيحاول يصنع مصدر للضوء لدكتور بس اللي اخترعه بالغلط هي كرة تلج. أيوة يعني احنا رايحين نقبض على قاتل، ايه علاقته بكرة التلج؟ قالت لأن كرة التلج هي أداة الجريمة. المهم العالم حاول يستخدم مواد زي صمغ وصابون حتى شظايا عظم خشب بس الكثافة بتاعتهم كانت قليلة لحد ما استخدموا الرز في كرة التلج، والرز ونفس المادة هما اللي موجودين على جثة فيليبس. أما المجموعة اللي جابها الأخ الكبير كانت من إيطاليا وفرنسا وأسبانيا بس ما شفناش حاجة من اليونان اللي هي الكورة. واللي حصل إن فيليبس خلاص اتضايق من الأخ الصغير. الأخ الصغير بيتاجر في المخدر ماشي مع واحدة متجوزة، وكل ده وهو بيحاول فيليبس يشكي لأخوه الكبير. أخوه حس بالخطر
وعايز يحمي الصغير، قام ضرب فيليبس. وبما ان حبيبته كانت مهووسه بالجريمه وبتحاول تفتح في اللي فات، فبعت لها على الاعلان. لما وصلت ضربها هي كمان عشان يموتها. وفعلا راحوا الداخلين يقبضوا عليه بس ما لقاهوش، ولكن لما شافوا الادله مورجانا عرفت هو فين. جروا على المكان، كان ناوي ينتحر. قالوا له هتعمل ايه يعني؟ عملت كل ده عشان تدافع عن اخوك وفي الاخر عايز تموت وتسيبه لوحده؟ ساعتها بدا يتاثر. لما اخوه جه قال له ما تسيبنيش لوحدي، وبدا يقنعه وفعلا نزل وسلم نفسه. اما البنت عرفوها ان جابوا لها حق حبيبها. المهم المديره طلبت تقابل مورجانا. قالت لها انا دورت في حوار جوزك، عرفت ان في شخص كان جوزك دايما بيقابله اكتر من مره، وهو راجل شغلانته مع الخارجين مع القانون. كون جوزك يعرفه ده شيء مش مطمن، بس هنستدعي هذا الرجل والحلقه تنتهي وانا انهي لحد هنا. لو بقى الفيديو وصل ل 5000 لايك هننزل الجزء التاني. مفيش